2025 سنة مختلفة في السوق العقاري المصري، كل أرقامها غير مسبوقة، فيها مشاريع نجحت إنها تغير القواعد تماما، وفي نفس الوقت للأسف الشديد في مشروعات وقعت في فخ المبالغة والتأخير. تعالوا كده نراجع السنة دي مع بعض. أنا بتكلم على أول 6 شهور في 2025. مجموعة طلعت مصطفى أعلنت عن مبيعات قياسية 211 مليار جنيه. ده مش حجم بيع، ده انعكاس للثقة اللي اتبنت على مدار سنين. ده تلت مبيعاتهم على مدار عمر الشركة كله في 6 شهور بس، وده زاد جدا مع مشروعهم الأخير في الساحل الشمالي. المشروع ده أثبت إن الساحل بقى رقم واحد. ماونتن فيو كمان حققت أداء استثنائي 65 مليار جنيه في النص الأول من السنة. مشروع بلاج قفل على 7 مليار جنيه، ومشروع ليفل حقق 2.5 مليار جنيه في أول 24 ساعة. والناحية التانية شفنا مشاريع كتيرة ركزت على خطة دفع طويلة وصلت ل 15 سنة في بعض المشاريع، بس مفيش أي وضوح في التنفيذ، خلى الثقة في المشاريع دي تقل، والتأجيلات خلت العملاء يعيدوا حساباتهم. تعالوا نسأل سؤال، اتعلمنا إيه من 2025؟ العميل النهاردة بيسأل على التنفيذ مش بس التقسيط. الطلب الأكبر كان على الوحدات المتوسطة والصغيرة، لأن القدرة الشرائية بقت هي العامل الأساسي، والمشاريع اللي عندها خدمات وتشغيل حقيقي، مدارس ومولات ومجتمع ساكن، هي دي اللي بتحقق مبيعات أسرع وإعادة البيع فيها أسهل. ده بيأكد لك إن السوق بيتحرك من البيبر سيلينج للفاليو سيلينج، من وعود على الورق لمجتمعات بتشتغل بجد. في تخوفات إن حركة البيع هتبطأ في آخر السنة، وفي توقعات تانية بتقول إن هيحصل تصحيح سريع. أنت في رأيك إيه اللي هيحصل؟